هل تحصل على ما يكفي من العناق بمعنى أن تؤخذ بالحضن؟ وفي رأيك كم يحتاج الإنسان يوميا من عدد مرات العناق أو أن يؤخذ بالحضن؟ أسئلة مثيرة ومقلقة، أليس كذلك؟ لقد توصلت الطبيبة النفسية الأمريكية فيرجينيا ساتير إلى خلاصة بأن الإنسان يحتاج يوميا إلى 24 مرة من العناقات، وقد صنفتها إلى 3 أنواع أو أصناف. الصنف الأول سمتها بعناقات البقاء، بمعنى أنها في مستوى الطعام والماء والمأوى، وهذا النوع من العناقات يساعدنا على الشعور بالاتصال والأمان والدعم العاطفي. والصنف الثاني سمتها بعناقات الصيانة، بمعنى أنها تحافظ على صحتنا العاطفية والنفسية وتوفر لنا الراحة وتقلل من التوتر وتعزز روابطنا مع الآخرين. والصنف الثالث سمتها بعناقات النمو، لأنها تساهم في نمونا الشخصي، وهي تعمل على تعزيز الروابط وتعزز من قدراتنا الذاتية والزيادة من الشعور بالحياة، يعني بالسعادة والأمان. إذن ما رأيك في هذه الدراسة؟ وهل ترى من أهمية للعناق؟ وإن كان لك تعليق أكون سعيدا لقراءته، وإلى فرصة قادمة إن شاء الله.